أخبار بطولة. انتقل المدافع جمال حركاس إلى نادي ضمك السعودي بعد صفقة قدرت ب 600 مليون سنتيم، ونشر اللاعب رسالة وداع للفريق والجماهير. تعاقد النادي المكناسي مع اللاعب إسماعيل بن قطيب حرا. يواجه نادي الوداد حسنية أكادير يوم السبت في مباراة ودية. تتجه صفقة حيمود للفشل مع نادي المغرب الفاسي بعد تردد من رئيس الشركة والمدير الرياضي والتريث قبل التوقيع. تعاقد النادي الفاسي مع شركة كابيتال سيرام كمستشير لموسم واحد. أجريت الجولة الأولى من البطولة التي ينظمها الفتح. تعادل في مباراة النادي المكناسي واتحاد طنجة، وفوز الفتح على اتحاد توارقة ب2-0. وقع يوسف الزغودي مع الكوكب المراكشي قادما من نهضة بركان في صفقة انتقال حر لموسمين. يجري الكوكب المراكشي مباراة ودية ضد الجيش اليوم بالمعمورة على الساعة 6. أثار أيمن الحسوني الفضول بعد نشره لستوري العودة إلى المغرب، وهل ستكون انتهاء التجربة بالدوري الليبي؟ كما حسب عدة صحف فمن المتوقع مغادرة محمد زريدة نادي اتحاد طرابلس.